فبالتالي مفيش اي مبرر للوضع النهارده اللي كان بيحصل في ارضيه الملعب غير ان انت جبان حرفيا. وجود اكرم توفيق ومروان عطيه والاثنين ما لهمش ذنب طول ال90 دقيقه جريمه لا تغتفر في حق شخصيه النادي الاهلي. كميه الخوف ان انا افضل حاطط 2 ديفندر في نص الملعب ملهمش اي مزايا هجوميه او اي زياده هجوميه او اي ابداع فردي في الحالات الهجوميه هو جريمه في حق النادي الاهلي. النهارده فكره ان انت تلعب 4-4-2 بعد فترات طويله من 4-2-3-1 افهمها لوجود وسام وجراديشار، ولكن لعبها كلاسيك باثنين ديفندرز تاني باكد وتالت ورابع وعاشر جريمه في حق النادي الاهلي. لان انت الطبيعي والاسهل ليك والقوه النادي الاهلي تلعبها دايموند 4-4-2 دايموند بوجود ديفندر واحد وقدامه امام عاشور وتديله واجبات ومهام دفاعيه مع وجود اتنين هاف ليفت وهاف رايت موجودين، وتبدا يبقى عندك اتنين مهاجمين قدام. ده الف ب تنزل بيه. مش بقول مثلا حتى ان انت تلعب شوط وبعد كده تبدا تهاجم الشوط الثاني، لا، ده هي دي كانت البدايه. لكن ان انت تفضل محافظ على الحاله الدفاعيه الغريبه المقيته دي طول الملعب طول الماتش وطول 90 دقيقه بوجود 2 ديفندر، يعني انا مش قادر اغفرها لك وما عنديش ليها تبرير ولا تفسير. وكمان ان انت تستنزف طاقه بن شرقي طول الماتش في الناحيه اليمين مش على عدلته، واول ما يبدا ياخد على عدلته بيكون استنزف تماما. وفي الدقيقه 84 وفي كارثه ثانيه ان انت اصلا يعني بتغير في الدقيقه 74 ولا 75 معناه ان انت راضي، ودي كارثه في حد ذاتها ان انت تبقى راضي عن الوضع المزري اللي كان فيه الفرقه. يعني انا ما عنديش اي تفسير اللي بيحصل دوت. واول تغيير كمان هو خروج راس حربه وسام ابو علي مش في حالته وقليل بقاله فتره وعنده يعني عقم هجومي بقاله فتره، ولكن مجرد وجوده كان بيدي حريه جراديشار ان هو ينزل يلعب كوره. الكوره الوحيده ليها معنى ان الكوره العاليه كان بيسندها جراديشار اليمين او الشمال او بيعمل بيها هجمه، حتى دي انت فقدتها. فبعد حتى خروج وسام ابو علي اللي كان ساحب معاه مدافع ومدي حريه حركه شويه لجراديشار، انت منعتها بنزول غريب جدا لعمر كمال ذو النزعه الدفاعيه برضو اللي ما عندوش اي ابداعات هجوميه. انت وصلت لمرحله في اخر ربع ساعه ان انت بتدور على النزعه الفرديه او الحاله الفرديه او الابداع الفردي اللي يخليك تجيب هدف تاني. ولكن نزول عمر كمال مكان وسام ابو علي جريمه تانيه لا تغتفر. وان انت تنزل بقى في الاخر خالص في الدقيقه 84 تطلع بن شرقي ومش عارف ايه، ده كله عبث، تهريج وعبث. النهارده اللي بيحصل في ارضيه الملعب نوع من التهريج والعبث. النهارده فرقه زي الهلال فرقه ملهاش اي